شده معاهم كاينين شنطلق وعاد هو دابا هما العالم. إذن مشاهدينا الأوفياء في كازا ستات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من مستشفى محمد الخامس. مشاهدينا كتشوفوا معنا الروينة نايضة بعد تسرب مادة اللي هي سامة اللي خنقات أمس 60 تلميذ، حوالي 60 تلميذ، واليوم ما تحلش المشكل. نفس داك الشيء وقع وتم اختناق ديال تلاميذ اخرين مؤسسات تعليميه اخرى، واستنفار امني كبير هنا بمستشفى محمد الخامس. الوليدات اللي تخنقوا تم النقل ديالهم على وجه السرعه لمستشفى محمد الخامس من اجل تلقي العلاج. كي كتشاهدوا معنا مشاهدينا في هذه اللحظات، يعني مستشفى محمد الخامس كيستقبل عدد كبير من الوليدات ديال المؤسسه اللي حاضرين. دورنا نقلنا لكم هذا البث المباشر مباشره من مستشفى محمد الخامس لننقل لكم اطوار هذه الواقعه اللي وقعت هنا. استنفار امني كبير مشاهدي كازا ستات، يعني كتشوفوا معنا في هذه اللحظات الكل حاضر، حتى من رجال الامن العناصر الامنيه كلها حاضره. الناس ولاو كيجيبوا الوليدات ديالهم والابناء ديالهم في طريبورطورات في ماطر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني كتشاهدوا معنا الصوره كتوضح لكم الحجم ديال العائلات اللي متواجدين هنا بمستشفى محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. خليكم معنا مشاهدين. صحيحه ماشي مزيان ماشي بخير. الله يحفظك الله يبارك. الله يحفظك خويا. إذن مشاهدينا مازال كنقول لكم هذا البث المباشر مباشره من مستشفى محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. شوفوا شنو اللي واقع بعد اختناق تلاميذ ديال مؤسسه تعليميه امس. اليوم كذلك يعني اليوم بالضبط كنشوفوا العائلات جابوا وليداتهم، كاين اللي جابوهم في ماطر، كاين اللي جابوهم في طريبورطورات، واحد من لومبيلونسي خارج عن النطاق جاب وليدات. الله يرحم ليه الوالدين باش يتعاتقوا هاد الوليدات، ولكن مسكين داو ليه التليفون، يعني دار اجر ديالو 2 تليفونات وداهم لي. ماشي مشكل. مشاهدينا حنا كنقلوا لكم هذا البث المباشر. يعني كتشوفوا معنا استنفار امني كبير بعد اختناق عدد كبير من التلاميذ ديال المؤسسه التعليميه بمدينه الدار البيضاء بمنطقه الحي المحمدي. كي كتشاهدوا معنا الصوره كتوضح لنا الاباء والاولياء ديالهم الكل حاضر، رجال الامن بدورهم حاضرين في مستشفى محمد الخامس. يعني كنشوفوا الوليدات الكل. السلام عليكم. خاصها تحيد. كاينين دايرين بها مدارس كيقراو دراري صغار، احياء سكنيه الناس ساكنين، راه التلوث. راه دابا الدراري الصغار يلاه حسوا بهذا الشيء، فهمتي؟ راه الشركه سنين وهي كاين، راه الناس راه كيمرضوا بالامراض ديال الريه، كيمرضوا بزاف. راه دابا الدراري يلاه حسوا بهذا الشيء. يعني هادشي وقع البارح وثاني يوم يعني هادشي تكرر، هادشي وقع اليوم. خصهم يفتحوا تحقيق يشوفوا الاسباب ديال هادشي. خاص الشرطه العلميه والشرطه ديال البيئه وداك الشيء تدخل يعرفوا الاسباب ديال هادشي. والشركه كاع خصها تحيد من تما، خصها تمشي لشي بلاصه ما فيهاش السكان، ما فيهاش المدارس. واش تصور شركه وسط المدارس دايرين بها الثانويات الابتدائيات؟ هادشي ما خدامش اخويا. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كتشاهدوا معنا مشاهدينا مستشفى محمد الخامس مازال عامر، العائلات
الوليدات رجال الامن اللي جاوا باش يحرسوا المكان. كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات. يعني تحيه للعناصر الامنيه اللي متواجدين من اجل التنظيم، يعني لانه ولات فوضى هنا. يعني الوليدات، الحرقه ديال الوليدات ديال العائلات الامهات. يعني كتشاهدوا معنا مشاهدينا رجال الامن متواجدين امام المدخل الرئيسي للمستعجلات. يعني كيف شرنا لكم مشاهدينا ومشاهدي قناه ستار، هنا بصراحه هذا الشيء كيألم، لان تسرب احد المواد اللي هي سامه اللي تسربات هنا في المنطقه، كذلك المدارس المجاوره لهذا المعمل هذا. يجب فتح تحقيق من اجل المعرفه ديال الاسباب ديال هذا الشيء. اختنقوا امس حوالي 60 تلميذ، واليوم كذلك تم الاختناق ديال العدد من التلاميذ اللي اختنقوا، جابوهم المستشفى محمد خامس بمدينه الدار البيضاء. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. العائلات ديالهم كل الوليدات صراحه هذا الشيء كيألم. الوليدات صغار كيجيو مختنقين الاكسجين باش يديروا لهم الاكسجين. راش غنقول لكم، راه هنا محمد الخامس عمر بقى كيعمر ما لقاوش. يعني العدد اللي جا ديال التلاميذ المختنقين كثير اللي كتشاهدوا معنا مشاهدينا. الله يحفظك مزيان، الحمد لله. الله يحفظك. يلا زلنا مشاهدينا كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات. يعني من امام مستشفى محمد خامس بمدينه الدار البيضاء، المستعجلات اللي عمرات بسبب اختناق اطفال مؤسسات تعليميه اللي كتشاهدوا معنا. جابوهم المستعجلات والروينه اللي نايضه هنايا بسبب تسرب احد المواد اللي هي سامه اللي خنقات الوليدات، وتم النقل ديالهم المستعجلات. هذا الشيء واقع بمنطقه الحي المحمدي بمدينه الدار البيضاء. إذا إلى هنا مشاهدينا الأوفياء، غادي ننهيو معكم هذا البث المباشر ولنعود في بث مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.